حصل خلاف ما بينهم في شهر 10. كانت النجدة يعني قريبة منهم قوي، والمعلم كان طبعا بيستدرج البنت وعايز طبعا ان هو يهددها وان هو يعني يأذيها. المهم طبعا اتصلوا بالنجدة، جت اخذت الاتنين وراحوا طبعا واتعمل لهم مشاجرة، واتعمل طبعا عدم تعدي على البنت او على ان انت ما تعرضلهاش تاني، والا طبعا وكيل النيابة قال له ان انت هتشوف انا هعمل فيك ايه. المهم بعد كده الموضوع ما خلصش لحد هنا، بالفعل اختفى المدة دي كلها لحد ما ظهر الايام اللي فاتت دي. وميرنا كانت مع والدتها عند اختها بيزوروها، ولكنها طبعا نزلت قبل والدتها وقالت لها ان هي هتنزل عشان خاطر تروح تلحق تاخد الشاور بتاعها وتحضر هدومها عشان الشغل الصبح، لانها كانت اجازه بتاعت رمضان. وفي نفس الوقت كمان والدتها قالت لها طب استنيني، طب البس الكوتش وانزل معاكي، لكنها طبعا نزلت عشان خاطر تلحق تروح البيت. ما كانتش تعرف ان للاسف الشديد قدرها مستنيها. الشاب طبعا كان مستنيها قاعد على احد يعني الكافيهات